مبادرة بداية، المبادرة الرئاسية مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري. اسمعوا عنها؟ طبعا سامعين عنها كلنا. الرابطة الهدية عملت لنا فيها كده اجتماع، تمام؟ مبادرة بداية بيعتمد على 4 محاور. محور التعليم والصحة والرياضة والثقافة. التعليم ليه 4 أهداف. أول هدف عايز معلم يستطيع استخدام محتوى تعليمي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوصيل معلومة سهلة ليك أنت كمتعلم. نمرة 2 معلم موهوب في توصيل المعلومة أو المادة العلمية للطالب وتفعيل الأنشطة بكثافة في المدارس والاستفادة منها أقصى استفادة. نمرة 3 التفكير الإيجابي البناء. نمرة 4 ودي الأهم اللي مستعمل دلوقتي تعزيز الهوية المصرية. يعني إيه يا أستاذ؟ يعني ترسيخ دعم الولاء والانتماء لمصر. روح الولاء والانتماء يا ولاد هيدور في ال4 محاور. هتلاقي في التعليم لازم ولاء وانتماء. هتلاقي في الثقافة لازم ولاء وانتماء. هتلاقي في الرياضة لازم ولاء وانتماء. هتلاقي في الصحة لازم ولاء وانتماء. يبقى ال4 محاور بتوع مبادرة بداية فيهم ايه؟ الولاء والايه؟ والانتماء. النهارده عندنا العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ اللي هو وافق كام؟ 4 نوفمبر اللي هو كان معانا امبارح، بنحتفل بيه النهارده. وده حلقة من حلقات الانتماء والولاء لمصرنا العزيزة والجميلة مصر. لأن مفيش حاجة اسمها جزء من الكل، حبيت الكل يبقى أحب الجزء. أنا بحب مصر بالاسم يبقى أحب الأصابي، أحب مركز سيدي سالم، أحب كفر الشيخ، أحب مصر. لأن طالما خدت الكل يبقى أحب الجزء. خلاص؟ معايا؟ طب الولاء ده يكون ازاي يا أستاذ؟ الولاء يكون لبيتك الأول، لأسرتك. في مقولة حلوة بتقول لك ايه؟ اجعل كل من رآك يدعو لمن رباك. يبقى لازم تكون انسان متربي وجميل ونضيف وراقي عشان يبقى عندك انتماء لأسرتك. انتماء لبيتك التاني اللي هي مدرستك، تحافظ على اساس مدرستك. التخته والديسك اللي انت قاعد عليها ده مش ملكك لوحدك بس. ده ملك ناس قبلك وملك ناس تانيين بعدك. تحافظ على مدرستك وتكون انسان كويس وجميل في مدرستك وشاطر. لو الأصابع فيها 7 8 مدارس، عندك معهد ديني ازهري اعدادي ومعهد ابتدائي وعندك مدرسه اعدادي بنين بنات وعندك مدرسه اصابع قديمه، لازم تراعي ان مدرستك تكون رقم 1 على مستوى الايه؟ المدارس اللي موجوده في القريه. ده نوع من الولاء والانتماء. نمره 3 اللي هو النهارده الانتماء لمركزك ومحافظتك. لازم اعرف ليه سموها كفر الشيخ وليه العيد القومي لكفر الشيخ 4 نوفمبر وايه المعالم الاثريه المشهوره بقى بكفر الشيخ وليه كفر الشيخ اهم محافظه بالنسبه للزراعه على مستوى المحافظه على مستوى مصر. اعرف المعلومات دي كلها. لما اعرف كل المعلومات دي يبقى عندي ولاء وانتماء لمحافظتي. ويجي بقى الجزء الاخير الولاء وانتماء لامنا العزيزه الام الاكبر الوطن الاكبر اللي هي مين؟ مش سامع اللي هي مين؟ احافظ عليها ازاي؟ الدفاع ضد اي عدوان داخلي وخارجي. يا استاذ مفيش حروب، لا في افكار متطرفه كتير. لازم اكون متعلم تعليم صح. يعني من دلوقتي ما تجيش المدرسه وتروح بس اتعلم كويس، خليك انسان مثقف وراقي. احتمال يطلع منك زويل، يطلع يعقوب مجدي يعقوب، يطلع مننا الشيخ محمد ولي الشعراوي يوصل الدين كويس للناس. احتمال واحتمال واحتمال واحتمال. ذاكر واجتهد وخليك انسان راقي ومثقف كويس. حلقه من حلقات الانتماء للوطن هنقدم النهارده نموذج بسيط عن احتفاليه العيد القومي لمحافظه كفر الشيخ ونسمع زهرات